مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهارده الحاجة اللي مش ممكن نستغنى عنها في رمضان أبدا. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الجمال ده؟ طب هتصدقوني لو قلت لكم ان كل الجمال المعمول دوت بكوباية واحدة بس من الدقيق؟ كوباية واحدة. صلوا بينا على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهوريكم النهارده كمان ان انا هحشيها بالعجوة ازاي، وهتشوفوا العجينة بتاعتها قد ايه سهلة. مش هوسخ مواعين ومش هعمل اي حاجة. ما تنسوش اللايك. هتشوفوا هعملها بمنتهى السهولة ازاي. كوباية زي ما انتم شايفين كده، كوباية واحدة دقيق، كوباية مية. اللهم صل على سيدنا محمد. احتاجت مية تاني هحط مثلا معلقة ولا معلقتين. هبدأ كده بالمية علشان الخلاط يبقى سهل معايا. ممكن على فكرة تعمليها من غير خلاط، ممكن تعمليها بالمضرب اليدوي عادي جدا، هتعمل معاك تبقى زي الفل، بس بعد كده بيصفيها. حطيت كمان نص معلقة كده مليانة من السكر، هفوة كده من الملح، حاجة بسيطة كده. وهحط كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومش هعملها بخميرة ولا أي حاجة. أنا ولا خميرة ولا دقيق سميد ولا لبن ولا أي حاجة. وشفتوا إزاي كانت طالعة تحفة. اللي أنا حطيته ده هو كل المقادير، اللي هو المية والدقيق والسكر وحبة الملح المعلقة صغيرة من البيكنج باودر. احتاجت مني بعد كده، بعد الكوبايه احتاجت مني معلقه تاني من معلقه ميه، حطيت لها وضربتها تاني، وزي ما انتم شايفين كده. وخلاص يعني مش هفضيها بحاجه، ولا هبهدل المواعين ولا هعمل اي حاجه. انا غطيتها شويه كده قد 20 دقيقه، وبعدين هشتغل بيها على طول بقلبها كده. انا كنت سايباها بس تستريح شويه، طبعا ما فيهاش خميره، مش هتخمر ولا حاجه، بس كنت سايباها تستريح. تسيبيها تستريح في حته دافيه كده وبتغطيها. بعدين بنجيب يعني سبتها حوالي 20 دقيقة، عايز تسيبها 15 دقيقة 20 دقيقة على حسب يعني. جبت بقى طاسة وسخنتها، وبعدين وسطنت النار. وزي ما انتوا شايفين كده برضو بشفشق الخلاط، بصب. طبعا شفشق الخلاط له بوز فبيسهل عليا الموضوع الصب ده. بستنى عليها كده لحد ما منظر العجين يروح خالص، وتبدأ بقى التفتيحات الجميلة دي بتاعة القطايف. وطبعا احنا ما بنقلبهاش، القطايف بتستوي من ناحية واحدة بس. شايفين؟ لو فاضل حاجة بسيطة بتستني عليها ثانية، بتستني عليها لحد ما لون العجين يروح خالص. يعني شايفين؟ يعني دي كده أنا بشاور لكم عليه، فاضل فيها يعني ثانية على ما يروح شكل العجين، بس كده. وبتاخديها بالشكل ده. معلش التصوير فاتح شوية، بس هي والله لونها حلو. يعني اللهم صل على سيدنا محمد. في منتهى السهولة. انزل ليه بقى واشتري ليه بكذا وتوابير ووجع قلب واقف على القطايف قد كده؟ ده انت لو عملتي كوبايتين دقيق وليمة، يعني الكوباية عاملة لي اكتر من نص كيلو. كوباية عاملة لي اكتر من نص كيلو دقيق. قصدي كوباية الدقيق عاملة لي اكتر من نص كيلو قطايف. بجيب كده، باخد حتة عجوة كده، انا جايبة عجوة مفرومة، وبحطها بالشكل ده. شوفوا بقى طبعا، بس لازم طبعا تطلعي القطايف، تطلعيها في قلب فوطه كده ولا كيس مخده ولا اي حاجه تحطيها فيها، لازم تتغطى. شايفين؟ شايفين بتقفل بمنتهى السهوله ازاي؟ شايفين؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله اكبر. حاجه تحفه كده، حاجه الله اكبر. شايفين؟ شايفين الكميه قد ايه؟ كل ده من كوبايه واحده دقيق. ايه رايكم؟ بالذمه ننزل نشتري؟ انا مش هحمر حاجه من القطايف دلوقتي، انا بس بفرزها كده، هفرزها. وفي رمضان ان شاء الله قرب الفطار كده بدقيقه اطلعها، واكون برضو عامله الشربات، واطلعها كده وابدا احمر حسب الكميه اللي احنا عايزينها يعني. ايه رايكم؟ بالذمه حد بقى عنده عقل ينزل يشتري قطايف؟ لا، دي 5 دقايق بتتعمل من غير اي تكاليف، من غير اي حاجه، وتبقى الكميه زي ما انتم شايفين كده. يا رب تعجبكم، ونتقابل ان شاء الله برضو في تفريز قريب ان شاء الله.